السلام عليكم. في حالتين جولي في العيادة النهاردة والاتنين جم ورا بعض. الاتنين بيشتكوا من وجع في أسفل الظهر وفي منتصف الظهر، والاتنين شباب صغير، بنوتة 18 سنة وشاب 16 سنة، والاتنين أهلهم جايين قلقانين عليهم. يا دكتور ظهرهم بيوجعهم اللي بقاله أسبوع واللي بقالها 3 شهور وما بيتحسنوش مع أي حاجة، والوجع مش راضي يروح. بالتاريخ المرضي هي كانت اتخبطت، هو كان المدرب بتاعه في الرياضة اللي بيمارسها داسله على ظهره فعمل له وجع جامد. بالفحص الطبي هنا بقى مربط الفرس. اولا الاعصاب كلها ممتازة، ما فيهاش حاجة، ما فيش اي تنميل او وجع في الرجلين، ما فيش اي ضعف في الحركة بتاعة الرجلين. الوجع كله على جانبي العمود الفقري على مكان العضلات. فإذا مفيش حاجة تقلق، ده كله وجع عضلي نتيجة إجهاد في التمرين ونتيجة مزق في العضلة. ده اللي موجود عنده وده اللي موجود عندها هي إجهاد بدني، وعنده هو مزق من الحركة الغلط اللي حصلت. فخلاصة القول من الفيديو ده ان مش كل وجع بيجي في العمود الفقري بيبقى مقلق، لا خالص. امتى تقلق؟ لو لقيت في وجع في ظهرك، مسمع في رجليك، او في تنميل او كهرباء او اي حاجة من اعراض عرق النسا، دي الحاجة اللي تقلق. يبقى دي ساعتها اللي لازم تزور اقرب دكتور عمود فقري متخصص علشان يفيدك ايه اللي عامل المشكلة دي وايه العلاج بتاعها. افتكروا دايما انك هتعيش مرة واحدة، فحاول تعيشها بصحة وسعادة على قد ما تقدر، وافتكروا دايما ان الامل موجود. والسلام عليكم.